انا واحد من الناس نحاسبكم امام ربي، انا واحد من الناس نحاسبكم امام ربي كلكم يا المسؤولين في هذا الغش، هذا الخداع تعطوا الشركات التركيه تاكل في كما يقول لك في حق الجزائريين، تنصب عليهم وتغش فيهم في البناء. اللي البارح راكم شفتوا يومين وانا نرجع لكم في المقطع اللي شفتوه، واليوم راكم تشوفوا هذه كلها الشركات التركيه. الشركات الصينيه ما كانتش تدير كيما هكا. لما كانوا الصينيين يخدموا في سكنات عدل صراحه كانوا يخدموا خدمه متقنه، نعم فيها ممكن شويه لكن احسن بكثير من هذا العمل التخريبي. نعم يا ربي باطمات معوجه ومن بعد كي يلبسها يقول لك تتغطى بالتلباس، من بعد نغطوها بالتلباس. مش حرام عليكم؟ مش عيب عليكم؟ ما فيكمش ناس وطنيين يخافوا ربي في قطاع السكن، في وزاره السكن او في هذيك المراقبه التقنيه، هذوك سي تي سي يروح يقولوا حبس. لم اسمع ولم اقرا ولم اشاهد اي مسؤول تابع القطاع السكن قال لك باللي عاقبوه. عمركم سمعتوا مدير او بي جي ولا مديره ديال ولا مدير ام بي ولا مدير سكن في الولايه ولا مدير اي قطاع من قطاعات السكن سمعتوا باللي فتحوا ضده تحقيقه؟ يعني القطاع الوحيد اللي نظيف ما فيه حتى فساد، ما فيه حتى اختلاس، ما فيه حتى رشوه هو قطاع السكن. ماهيش مقربه؟ ماهيش حاجه تدوخ في الراس؟ ماهيش حاجه تدوخ؟ يعني قطاع السكن برك اللي نظيف، قطاع الصيد البحري، الفلاحه، الداخليه، الخارجيه، كذا البروتوكول كذا من حتى الشؤون الدينيه وفيه فساد. سمعنا مدراء وائمه دخلوا من الحبس وقفوهم. عمركم سمعتوا اطار في وزاره السكن تم معاقبته، او في اي محكمه سمعتوا محكمه فتحت تحقيق ضد مدير السكن لانه في فساد، او ضد مدير لو بي جي، او ضد لو بي ال اف، او ضد كذا؟ عمركم سمعتوا؟